السلام عليكم البنات، لاباس بخير؟ هانيين كلشي مزيان كما كتشوفوا معايا. وفي رمضان العائله تشهينا رفيسه كما كتشوفوا. غادي تتبعوا معايا المراحل كيفاش يعني طيبتها في الدار، ولكن ما غاديش ناكلوها في الدار. غتتبعوا معايا حتى لاخر الفيديو، غادي تشوفونا فين غنديو القصريه. غتمشيو معايا ان شاء الله. كما كتشوفوا في المقادير كلشي كيعرف: سكينجبير، السمن، دويمه ديال الزعفران، طامه ديال الدجاج، شويه البصله، وشنو البزار، الخرقوم بلدي. المهم جمعت المكونات كاملين، خلطتهم مزيان مزيان، وعمرت الدجاج. درت هنايا 2 دجاجات كبار تبارك الله، فيهم 3 كيلو في الوحده. عمرتهم من بعد ما غسلتهم مزيان الصراحه بالحامض وداكشي، كلشي كيعرف يغسل الدجاج. المهم عمرتهم مزيان بالقامه من الداخل، ودرت معاهم البنات حتى المساخن، حتى هما درتهم في الاول. اش نقول لكم، اول مره هاد القصريه كتمشي كنخرج نفطروا على برا. غادي تتبعوا معايا اخر الفيديو، غادي تشوفونا فين فطرنا اليوم ان شاء الله. المهم كما كتشوفوا درت الدجاج، رقدته، درت ليه العطريه ديالته ورديته يطيب. صافي غادي ندير عليه، نشعل عليه النار، وغادي نزيد فيه الماء اللي غادي يطيب لنا الدجاج. كما كتشوفوا هنايا راه ما رميتش البصله كامله، درت غير شويه في الاول، وخليت العدس والثومه والبصله حتى غنحيد الدجاج ان شاء الله، حيت غادي نحمره في الفرن. بغاوه محمر. هنايا درت البيض السمان كيتسلق، ودرت اللوز حتى هو يتسلق. المهم داكشي بغاو رفيسه بريستيج كما شفتوا في الاول الفيديو. المهم نحلقوا عليها شويه وصافي. ها هو الدجاج ديالنا طاب كما كتشوفوا، المرقه ديالو يعني ثقيله زوينه. غنحيد الدجاج، ندهنوه بلا موطارد، وغادي نديروه في الفرن يتحمر. ومن بعد هنايا غادي نزيد العدس بعد ما نقيته وغسلته. عدس بطبيعه الحال يكون بلدي باش تجي رفيسه بنينه. درت تقريبا نص كيلو ديال العدس بلدي، وواحد 2 ريوس ديال الثومه خليتهم صاينين، لان ما كيبغيوش الثومه في اصلا في رمضان، ما كيقولوا ما خصكش تكون. المهم الناس كيستعملوها. المهم درتها غير درت 2 يعني صاينين، ما قطعتهمش. العدس كما كتشوفوا درتو، والبصله صافي. غنزيد شويه ديال الماء ونخلي العدس يطيب حتى هو بوحدو مع البصله دغيا كيطيبوا. كما كتشوفوا فصوص الثوم ها هما كيبانوا، يعني خليتهم صاينين، كيبقاو حتى هما كيساعدوا في الديكور، حتى هما كيجيو زويونين من الفوق. وزدت البصله قطعتها في الهاشوار، يعني حتى هي نفعتني صراحه، لان الوقت كيجري، ويعني خاصنا نوصلوا دغيا في الوقت باش نوجدوا كلشي ان شاء الله مع الفطور. صافي هنايا غنخلي هذا الشيء يطيب، وغادي ندير الدجاج، ندير ليه لا موطار، غادي نقلبهم على الظهر باش ندير الصدر هذاك لا موطار او الخردل. ما درت لا زبده لا والو، غادي ندير مولفه كندير الزبده ولا مرطاد والهريسه، يعني ملي كيكون الدجاج محمر يكون التغميره وداكشي. دابا غادي غير نحمرهم بلا مرطاد، وغادي نشعل عليهم الفرن. العدس والبصله وداكشي كيطيب في الطنجره مباشره، الدجاج في الفرن كيتحمر، يعني باش كيجي ان شاء الله داكشي هو هذاك، يعني كلشي ان شاء الله غادي يكون في الوقت. هنايا الحلبه حتى هي ما درتهاش مع العدس، خليتها غير بوحدها. وغادي ناخذ المرق اللي عندنا في الطنجره، غادي نطيبها غير بوحدها تاخذ حتى هي يعني المذاق ديال العطريه وداكشي، غادي تكون حتى هي في الحلبه. هنايا عمرت التمر، درت فيه الكركاع، وجدت يعني داكشي ديال الفينيسيون، يعني كلشي كيوجد باش ان شاء الله كلشي غادي نوجدو.
يعني في رمضان اول مره كنديروا رفيسه للفطور وكنخرجوها على برا. فين كنخرجوا يعني ماشي برفيسه، ولكن الرفيسه كانت شويه زعما كنا قلناها بالضحك ودرناها والله الا ولات بصح. صراحه دازنا زعما داز نهار زوين و الرفيسه ما نقولش لكم فين عرفتي راه المود ديال الضحك صافي. المهم تكملوا معايا الفيديو ان شاء الله. صافي هنايا غنبدا ان شاء الله غنبدا نقاد في القصريه نسقيو ان شاء الله كما كتشوفوا. الدجاج ديالنا هو تحمر. هنايا راه مسمن سقيتو مزيان باش يشرب يلا مع الطريق. هنايا حاولت نقلبها شويه. هزيت التمر هزيت بزاف حطيته حدايا باش ما نضيعش الوقت. بقيت نهز وحده لان دابا تقريبا شي 7 لارو صافي دغيا داكشي خفان زربان. غادي داكشي كلشي موجود غادي غير نحطو وغادي نغطيها ان شاء الله بشي حاجه باش تبقى سخونه وغادي نمشي نديها ان شاء الله. هادو شاطو بصغير كنحط الوسط البيض السمان درت فيه البافو. صافي كملت داكشي ديال الفينيسيون. هذا اللوز من الفوق كندير دريدور. المهم كندير فوق اللوز يعني كنلوحو غير عشوائي بحال هكا. المهم عامره وصافي هادشي اللي بغاو. وهنايا كنجي في الجوانب. انا الصراحه العدس كان علي نديرو الاول ولكن مع الزربه دابا دركني الوقت. هذه الثومه حطيتها من الفوق ولكن العدس خليت ليه بلاصتو غادي نديرو غير في الجوانب. صافي تا هو جا مزيان ما بين التمر والتمر. كندير العدس وديك البصله اللي حطيت في الاخر يعني طابو الصراحه جاو زوينين. ما كنهش بزاف باش ما نخسرش الدجاج داكشي خليته بحال هكا. الدجاج ما درتش فوق من العدس خليته يعني باش يبقى باين الديكور ديالو. صافي تقريبا ساليتها. ايوا اجيو معايا دابا اجواء البحر فين غادي ناكلو ان شاء الله هاد الرفيسه. جبناها على البحر اضواء الليل الناس يعني كيجيو يفطروا في الليل. اجواء الصراحه زوينه. هذا ولدي الصغير كيلعب مع بنت اختي اللي كيبغيو يلعبوا كيبغيو يخرجوا مره وعلاش ثلاثه حنايا كنبغيو نخرجوا. ها هي رفيسه مسكينه غاده على وشك الانتهاء يعني ما بقاش فيها لا زواق لا والو كاينه جرجر. ايوا هذه رفيستنا جات للبحر من بعد ما خدينا العصير والتيبان. المهم الانسان كيفرش شويه كيمشي ياكل الرفيسه من طبيعه الحال. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم البنات وكنشكر الناس اللي كيشاهدوا القناه ديالي وكنشكر كل الاحباب والاصدقاء العائله كلها العطوميكسيه برئاسه العمالقه عطوميكس بلوبي قلب الاسلام. ونخليكم مع اجواء البحر والليل والاضواء الساطعه والمناظر الجميله.